السلام عليكم. انا رشيده من مدينه الدروه. احنا ثلاثه البنات في العائله. انا الوسطانيه في خواتاتي، وكاينه ماما ربات بيت وبابا خدام في سلك التعليم. اختي الكبيره كانت تزوجات قبل ما تتم الدراسه ديالها ولا تخدم ولا توظف، زوجها بابا، ولكن الراجل اللي خدات كان مدوز عليها الحراير والشحايف. وبما ان بابا كانت عنده الفكره ان اللي تزوجات في العائله ما يمكنش ترجع الطلاق، عنده شي حاجه وصمه عار مخليها مع داك الراجل، واخا مسكينه تتغضب تيردها، واخا كانت عايشه في القهره تيردها، الا كان عندها شي خصاص كان هو يكمل ليها من عنده. المهم الطلاق ما تجبدوش على فمها. المهم اختي كانت عايشه زواج القهره والذل والخصاص، مهم عايشه معذبه في حياتها. هادشي علاش بابا ولا حريص على انه يقرينا انا واختي، يخلينا نتمو دراستنا وما يزوجناش بكري حتى نتوظفوا. وفعلا قريت وكملت الدراسه ديالي ودوزت انا مباراة التعليم ونجحت، وجاني التعيين في واحد القريه بعيده علينا بزاف. النهار الاول ديالي داني بابا تما، قلب ليا فين غادي نسكن ومع من غادي نجلس، ورصاني ووصى عليا واحد العائله ورجع. وبقيت عايشه في هذيك الباديه تنقري فيها وساكنه فيها، والناس ديالها كانوا طيبين بزاف. كنت عايشه بيناتهم هانيه وفي الامان والاستقرار، ما تنخسرش الريال من جيبي، كل شيء هما مكلفين به، ماكلتي فطوري غدايا عشايا. تنخسر الا الترونسبور اللي تنمشي به مره لدارنا، مره غير في العطال وتنجي به، صافي هادشي اللي تنخسر، ولا شي ملابس قلال اللي تنشري. وكانت بعض المرات مانتي ما تنتوشيهاش ب3 شهور ب4 شهور، ما تنقيسهاش كاع وهي تتجمع ليا. وبقيت 4 سنين في هاد القريه وجمعت واحد البركه لا باس بها. كنت ملي ترجع المدينه ديالي في العطل تنمشي عند صاحبتي رجاء. هاد صاحبتي رجاء هي عندها خوها معلم في نفس المدينه اللي ساكنين فيها عائلتي وعائلته، يعني هو قديم في التعليم وجا المدينه ديالو، وانا باقا جديده باقا غادي نضرب في العروبيه اعوام واعوام. رجاء كانت تتعرفني باللي راني تنجمع الفلوس وباللي راني عندي واحد البركه لا باس بها، وكانت يمكن تتعاود لخوها، وخوها طمع وبدا تتقرب مني. في الاخر ربطت معاه علاقه، قال لي نديرو الصداق وغندير لك الالتحاق بالزوج باش تجي لهنا عاد نتزوجوا ونديروا العرس. المهم وافقت ومشى خطبني من دارنا. وافق بابا ملي شافوا انسان في التعليم، قال هذا راه راجل مزيان، صافي نزوجوا بنتي. وبين لبابا واحد الطيبوبه واحد الاخلاق حسنه. وبقينا مطولين في الفتره ديال الخطوبه، وقت ما قلت ليه نديروا الصداق باش دير لي الالتحاق بالزوج، تيقول لي بلاتي تحسن اوضاعي الماليه. انا دابا ما جامعش، وانا ما عنديش الدار، وانا ما عندي طوموبيل، وانا ما عندي هادي ما عندي هادي، بلاتي شويه. وانا اختكم كنت واحد الهبيله واحد المحلوله، ما مقرصاش والو، كنت غير خبز بابا ربي في طبقو. اي واحد يقدر يتفلى عليا ويضحك عليا ويديرها بيا ويدي ليا رزقي ولا يدي ليا لي كان. وكنت تنثق بزاف فيا الثقه الزايده. وملي بقيت تلح عليه على الصداق وشافني محروقه على الانتقال والزواج دغيا، قال لي هانتي شوفي، الا عندك شي امانه جامعها سلفيني ندفع في واحد الشقه ونفرشها ونبقى انا نخلص الكريدي ديالها ونتزوجوا فيها. وانا قلت مادام انه غادي يكون راجلي وغادي يجمعنا الحلال ماشي مشكله نسلفه، راه راجلي هذاك راه غادي يرد ليا. ايوا سلفت واحد المبلغ كبير باش انه دفعوا التسبيق في واحد الشقه، ايوا والبقيه دارها طريطات بقى هو تيدفعهم وشد السوارد ديالها. وهنا عاوتاني قال لي شنو بالك سلفيني نفرشوها باش نديروا العقد ونجيو ليها دغيا. ايوا اختكم وليت كل عطله تنهبط تنشري حاجه، شريت بيت النعاس مخير، درت واحد الصالون مطرطق، واحد السيجور غزال. اما الكوزينه المطبخ جهزته باخر ما كاين في الاواني والالات والتكنولوجيا الجديده وصافي. رديت هذيك الشقه كيشي قصر مصغر، تشهي غير تدخلي لها وتبداي تفرجي فيها. ايوا قلت ليه صافي دابا نديروا الصداق باش نتجمعوا. قال لي بلاتي شويه نجمع باش ناخذ واحد السياره. وبدا تيتماطل عليا، وبديت وقت ما جبت ليه نديروا العقد تيطلع عليه الدم ويغوت عليا، وبدا بالعاني تيخلق المشاكل بيني وبينه. وكان مولف ملي نمشي هو يعيط ليا في التليفون ويهضر معايا الصباح والعشيه والليل كله هو يهضر معايا، ما بقاش تيهضر معايا، ما بقى تيعيط ليا. وملي نعيط ليه قليل فاش تيجاوبني. وملي انا تنجي العطله لهذيك المدينه باش نتلاقى هو تيسافر، وليت ما تنشوفوش قليل، تنمشي لدارهم تيقولوا لي سافر خارج ما كاينش. وملي نقول ليه حشومه هذا الشيء اللي تيدير تيتقلق ويفتعل المشاكل
ولا غير منوض شوكتو معايا. وليت انا غير تنساوي معاه، تنقول ليه صافي الشقه ها هي موجوده، الفراش ديالها هو مفرش، ما بقى خاصنا والو غير نتجمعوا. ولا يقول لي انا هذاك الشيء اللي تيشيط ليا في الماندا من بعد الطريطات ديال الدار راه ما قادني في والو، ما يقدرش يعيشني. ولا تيقول لي خلي حتى نتنفس ونسالي الطريطات ديال الدار. اويلي يا عباد الله، الطريطات ديال الدار راه فيهم 12 عام. اويلي واش غنجلس انا 12 عام عاد غيضرب معايا الصداق وداليا رزقي كله. هنايا عرفتو ضحك عليا وتفلى عليا ودار فيا ما بغى. ما يمشيش بالكم بعيد، دار فيا ما بغى رد ليا غير رزقي. اما شرفي راني محافظه عليه اكثر من عينيا، ولكن هذاك الرزق ديال واحد 5 سنين راه كله داه ليا 4 سنين وانا نجمع، وعام وانا معاه وهو تيدي ليا ما مخلي ليا حتى الفرانك. وبابا ما كانش تيسولني على فلوسي ولا شنو، كان تيقول راه بنتي عندها رزقها وراها مخبيه وراها جامعه. وانا الفرانك الابيض ما بقى تحت مني. والخطيب بدا يتسل مني بشويه بشويه ملي خدا ليا رزقي، بدا غير فين بغى يتسل مني، وبدا حاضيني فين تحصل مني شي زله ولا يفتعل عليا شي زله. حتى لواحد النهار كانت العطله وما عرفتوش واش كان تابعني مراقبني ولا شنو. غدا في الحومه ديالي وانا نتلاقى مع واحد الدري كان تيقرا معايا، ولد الحومه ودري ظريف وحاسباه غير صديق. ايوا وسلمت عليه وبقيت تنهضر معاه وتنضحكوا في مواضيع عاديه، كي داير، فين انت، فين انتي، فين خدام انت، فين خدامه انتي، تتعرفوا المواضيع ديال الاصدقاء. هاد الشيء لي وفي وسط الحومه ديالي حتى بعت معانا قال لي فين تتعرفي هذا وتتخونيني معاه وحشومه عليك. ايوا وبدا لبق ليا واحد التهمه خطيره وثقيله بزاف. الدري بغى غير يشرح ليه، تيقول ليه راه ما تنعرفهاش، راه غير صديقه ديال الدراسه وبنت الحومه وتنعرفها، راه غير تنسلم عليها. تيقول ليه خاينه حشومه عليكم، انا كنت غناخذك، كنت داير فيك الثقه وانتي ما مزياناش وانتي اخلاقك فاسده، كنت عارفك مصاحبه مع شي حد وهذا هو اللي تتعرفيه، هذا هو اللي تتخونيني معاه. حشومه عليك. الدري يشرح لي انا نشرح ليه ونبكي ونخبط في حناكي، وهو شوهني واحد الشوه تخرجت فيها. امي كانت في الدار عيطوا ليها واختي والناس تجمعوا علينا، وهو ولا شانق على الدري وتيقول ليه تتخوني مع خطيبتي، انت هو العاشق اللي تتخوني خطيبتي معاك، انا ديما حاسبها تتخوني ودابا انا حصلت. وهي اقسم بالله العلي العظيم ما كاينه شي حاجه، وعمري ما عرفت شي دري وعمري ما درت شي علاقه الا هو الاول والاخر اللي يعرف. وما بغاش يوقف لحد عند هنا، بقى تيضرب في الدري وتيضاربوا وحنا نفكوا وانا تنغوت وماما تغوت. وكنا في واحد الشارع كبير وقراب الكوميساريه، وهما يجيو البوليس وجمعونا كلنا. ودار ليا شوهه، دار ليا واحد الشوهه ما تصوروش يا حباب، ما تصوروش كي دايره. وجا لحق علينا بابا المفوضيه ديال البوليس، والدري تيقول انا راه غير سلمت عليها تنعرفها بنت حومتي. وبابا عارف هذاك الدري، عارفو راه كان تيقرا معايا وعارفو ولد حومتي وعارف الاخلاق ديالي. وتيشرح ليه ما عرفنيش باللي راه عطيتو الفلوس وبغى يتسلم مني. تيشرح ليه تيقول له ولدي راه حشومه عليك، هذاك الدري راه ولد الحومه، راه ديما تتسلم عليه بنتي حتى حدايا، راه كابر معانا في الحومه، راه قاري معاه، راه ضروري الا تلاقيتي انت مع شي بنت حومتك وقاريه معاك راه غادي تسلم عليها وتسول فيك وتسول فيها. تيقول ليه لا بنتك ما مزياناش، بنتك ما صالحاش للزواج، بنتك فاسده. شي الفاظ وشي كلمات نعتني بهم بقى دابا نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه. بابا مسكين حتى هو تشوه تما. وتعرفوا المدينه ديالنا غير صغيره، والبوليس تيعرفنا وتيعرف بابا وتيعرفو هو شي تيعرف شي حاجه وحده. نحمد الله ونشكروا عليها ان كل شي جيراننا والناس ديال هذيك المدينه ولا البوليس ولا الناس اللي تعرفونا كلهم عارفين اخلاقي، وكلهم ما تيقوهاش، وكلهم تيخاصموا على خطيبي. حشومه عليك، هذيك البنت راه ما ديرش هذاك الشيء، هذيك البنت راه اخلاقها زوينه، هذيك البنت راه عندها واحد الاخلاق رفيعه. حشومه عليك اتهم هذا الاتهام الخطير. وهذاك الدري حتى هو راه غير ولد حومتك، راه ما غاديش يدير علاقه لك مع خطيبتك، راه تيعرفك وتيعرفها. والو هو لقاها سبه منين غيتسل مني. وانا ما قديت نقول لبابا والو، ما قدرش نقول له راه عاطيه الفلوس، راه شاريه ليه، دافعه ليه تسبيق في الشقه، راه مفرشه ليه الشقه. ما قديت نقول لبابا حتى شي حاجه، احتسبت امري لله ورجعت لدارنا. رجعت مكسوره ومحطمه. بابا وماما تيقولوا لي لا مشى خطيب يجي خطيب، الناس راه عارفين اخلاقك وعارفينك شنو تتسواي، ما عارفينيش الكيه اللي كمت في قلبي.
وما قدرش نقولها ليهم، ما نزيدش حتى هما نفقصهم، ما غاديش يرد لينا، غادي غير نتفقسوا. ودابا يلاه شهر ونص باش وقع ليا هاد الحديث، وباش وقع ليا هاد المصيبه معاه. انا باقا مريضه ومكتئبه، وهو راه تزوج ودار العرس ودا وحده لداري، داري اللي فرشت، داري اللي دفعت فيها العربون، داري اللي فرشتها قنية بقنية واتات باتات، من رزقي وعرق جبيني، من مالي الخاص اللي ضاربه عليه تماره في العروبيات وفي القرى النائيه. دابا البنات وخواتاتي وخوتي، انا مزوقه فيكم اللي تتعرف شي طريقه كيفاش نرد من عنده رزقي، واش كاين شي حل؟ واش هالضحك اللي ضحك عليا وما عندي عليه حتى شي وثيقه، لا مشيت للمخزن واش ممكن نردو؟ واخا نمشي ما عندي بيني وبينو حتى شي وثيقه، راه ينكر يقول هادشي ديالي غير تتكذب عليا وغيبقى فيها الحال، حيت تخليت عليها ما مزياناش، وحيت تزوجت انا ودرت داري. دابا اللي تيعرف شي حل يقولوا لي في التعاليق، انا مزوقه فيكم، انا تنتسنى تحلوا لي، تلقاو لي حل هاد المشكله ديالي، لان هاد الشيء يلا شهرين هادي فاش وقع ليا، يعني باقي لا كاين شي حل، باقي عندي الامل انني نرجع فلوسي ونرجع رزقي، غير انا ما عارفاش، ما عرفتش الحل بوحديتي، وما قديتش نقولها لشي حد يعرفني، وتنقولها لكم في هاد القناه واعضاء هاد المجموعه. انا مزوقه فيكم اللي تيعرف شي حل ولا شي طريقه ولا شي حيله كيفاش نرد منه رزقي يقولها لي، راح طمني ودا لي رزقي باطل، دا لي داكشي اللي تحفيت فيه وتعريت فيه وتمشقت فيه في العروبيات الدهليه، وتماره اللي انا ضارباها وحارمه راسي من بزاف د الحوايج الدهليه، حتى في المأكل والمشرب ما تناكلش مزيان، ناكل غير مع الناس في الباديه تما. واش هادشي اللي داه ليا واش مشى ليا في مره ولا ممكن ردو؟ اللي عارف اي حل، اي طريقه، اي حيله باش نرد، اقترحوا عليا اقتراحاتكم وكلها غنقراها. ومشكورين بزاف، وتنشكر بزاف خالتي فتيحه اللي حلات لنا قلبها وقناتها باش نعاودوا فيه مشاكلنا والاحداث اللي تتوقع لينا، اما نعاودوها للعبره، اما نعاودوها باش ناخذوا واحد الحل. وانا معاوداها على جوج، بغيتكم البنات تاخدوها عبره، وبغيتكم تعطيوني حل في نفس الوقت. وشكرا لكم بزاف اللي سمع الحكايه ديالي وعطاني واحد الراي ولا واحد الحل، ولا غير صولاجيني شويه بشي كلمه زوينه. وشكرا لكم، ونخليكم مع خالتي فتيحه. السلام عليكم كبيداتي وليداتي، كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى نلقاكم وانتم في احسن الاحوال، نتوما وليداتكم وعائلتكم ووليد والديكم ومعز عليكم. كلنا سمعنا القصه ديال بنتي رشيده من مدينه الدروه اللي طاحت ضحيه نصب واحتيال من طرف واحد الانسان عديم الضمير وعديم الاخلاق، دا ليها رزقها، وراها تطلبكم وتترجاكم اللي عارف شي حل ولا شي حيله ولا شي طريقه باش تسترجع الاموال ديالها يقولها ليها. راها مسكينه كواها ودا ليها رزقها اللي ضرب عليه سنين ديال الغربه، راها غربه هذيك الغربه، وخارجه على المدينه وخارجه على دارهم، وراه باقا مسكينه غير صغيره وتفلى لها على عقلها. وفي نفس الوقت تتبغيكم تاخدوا قصتها للعبره، حتى وحده ما تثيق في شي حد لهاد الدرجه هذه، راه ماشي اي واحد يكون غير يهضر فينا وغير خطيبي ونعطيه رزقي كله. راه تنقول لكم بنياتي، راه راجلك وداير معاك ميثاق غليظ وداير معاك عقد الزواج وداير معاك الوليدات وما تثيقيش فيه، عاد عساك واحد ما بينك وبينه حتى شي حاجه، غير هضره وكلام، علاش غادي نثيق به ونعطيه رزقي؟ ولكن مسكينه راها قالت لكم راني محلوله وراني ما عارفاش وراني ما مقرصاش وتنثيق بزاف، ولكن بغيت لها هذا يكون درس الايام الماجيه، وراه باقا صغيره وباقا فين غادي ترد فلوسها ان شاء الله ويعوضها سيدي ربي. واخا راه هو درس قاسي خداته من الحياه، ولكن هذا غادي يعلمها ان شاء الله للايام المقبله، ما تبقاش دير الثقه في شي حد، وباقي العمر قدامها وباقي الحياه قدامها، تضحك ليها ان شاء الله والله يعوضها سيدي ربي. وكبيداتي وليداتي حبابي نتوما اللي ما دايرش مشاركه اش تتسنى يدير واحد المشاركه فضلا منكم وليس امر، ومتابعه وواحد التعليق وجيم. وشكرا لكم بزاف، وشكرا على الكبيدات ووليداتي اللي تيديروا هذه التعاليق الزوينه المحفزه اللي تتعجبني بزاف بزاف. والى اللقاء بكم في فيديو قادم ان شاء الله، ونلقاكم في احسن الاحوال. وكي قلت لكم كبيداتي وليداتي تنتوما اللي عنده شي قصه للعبره ولا عنده شي قصه بغاها كموعظه لخوتو وخواتاتو
وبغى يقولها في القناة ديالنا، راه ما غنبخلش عليكم انني ننشر القصص ديالكم، غير اتصلوا بيا عبر الرقم الهاتف اللي غنخليه لكم في صندوق الوصف في الواتساب. راني ديما حله لكم قلبي وقناتي باش نستقبل القصص ديالكم، والى اللقاء بكم في قصة جديدة ديال شي عضو ولا شي عضوة بإذن الله.